بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى كده فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هنعمل مع بعض كده الحجازية الاسكندراني، حاجة كده حلوة جدا. واللي بيحب القرفة طبعا هيحبها، وانا من محبي القرفة بصراحة. وبموت في حاجة اسمها الحجازية كده مع كوباية الشاي بلبن. يلا نشوف كده الطريقة والمقادير. معايا هنا كوباية سمنة على زيت، معايا نص كوباية من السكر، ومعايا كوبايتين دقيق وكوبايتين سميد ورشة ملح، ومعلقة من الخميرة، ونص كوباية من المية. طريقتها سهلة جدا وبتطلع جميلة جدا. هنا كوبايتين دقيق، انا هنا جايبة نص كيلو من السميد، اخدت منهم كوبايتين دقيق على كوبايتين، اخدت منهم كوبايتين سميد على كوبايتين دقيق. والكوباية اللي فاضلة هحتاجها دلوقتي معاكم. فنزلت كده بالكوبايتين دقيق على كوبايتين السميد، وهقلبهم كويس، وبعد كده هعجنهم. بس كده هقلبهم كويس، و هبدأ كده احط كل المكونات. هحط رشة من الملح كده بسيطة عشان تعادل الطعم، وهقلبها. وبعد كده هحط السكر، ولازم تحط لها نص كوباية سمنة على نص زيت عشان تطلع حلوة كده وطعمها جميل. كوباية كاملة كده زي ما انتوا شايفين اهي. هنبسسها بقى كويس كده علشان كلها تتشبع كده بالسمنة والزيت. وبعد كده هعجن فيها. طبعا الخميرة هنا مش عامل اساسي للرفع، بس كده عشان تطلع هشة وحلوة. هي يعني مش بتستنى لحد ما تخمر ولا حاجة، بس لابد من معلقة الخميرة علشان تدي كده طراوة وهشاشة للعجين. هبسسها كده زي ما انتوا شايفين حلو جدا. هخلي السميد والدقيق يشرب من المادة الدهنية كويس جدا، وبعد كده هنزل بالسكر. طبعا هنا انا حاطه كوبايه، نص كوبايه من السكر، لاني لسه هحط سكر واحط طبقه تانية، فما تطلعش منك مسكره، تطلع معقوله كده، ما تبقاش مسكره قوي. زي ما انتوا شايفين كده الدقيق اختفى خالص وتشرب السمنه. هبدأ بقى كده انزل بالسكر اهو. دي بقى كده الحجازية الأصلية، ما شاء الله بتبقى حلوة جدا، ومش هتفرقيها عن بتاعت بره. بتاعت بره نص كيلو ب60 جنيه، يعني الكيلو ب120 جنيه، وفي أماكن تانية بتبيعوا الكيلو ب140 جنيه. حطيت كده السكر والخميرة، وهبدأ أقلب كويس، وبعد كده هعجن بالمية اهو. بس كده نعجن كويس اهو. نص كوباية مية، وواحدة واحدة وانتي بتعجني، عشان ممكن ما تاخدش المية كلها، وممكن تحتاج يعني معلقة مية كمان، حسب الدقيق وحسب العجينة ما تاخد معاكي. بس كده هنعجن بقى كده ونغطي عليها ونسيبها ترتاح شوية. مش هتخمر ولا حاجة، هترتاح شوية علشان اعرف افردها في الصينية. وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه اهي. تبقى كده عجينة طرية وحلوة، ومش مفرولة ولا حاجة اهو. واحدة واحدة كده بالمية لحد ما تتلم معايا. هتقولي المروحة شغالة ليه؟ هقولك الفيديو ده فيديو قديم، كان عندي قديم كده من الصيف، فقلت اسجل عليه الصوت، كنت ناسيه في التليفون، فقلت انزله. لان طبعا الحجازيه والكلام الحلو ده كله بيتعمل كده في الشتاء، كده مع كوبايه الشاي بلبن او كوبايه نسكافيه كده، حاجه سخنه تشربيها، بتبقى حلوه جدا في الشتاء، لانها كلها قرفه، وانتوا عارفين القرفه بتدفي جدا. عجنتها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هغطيها بقى وهركنها على جنب ترتاح ساعه كامله، وبعد كده هبدا اشتغل فيها. هنا كده معايا الحشوه بتاعتها.
معايا نص كوباية من السكر ونص كوباية من المية وكوب من السميد، وكمان 3 معالق من القرفة، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الأسباني. هنزلهم كده وهبدأ أقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنزل بالمية. معايا هنا رشة من الملح، يبقى نص كوباية مية، نص كوباية سكر، معلقتين كاكاو خام أسباني، 3 معالق قرفة كبار، وكمان كوباية السميد. النص كيلو سميد بيعمل صينية حجازية ما شاء الله محترمة، لأن احنا بناخد كوبايتين في العجينة مع كوبايتين دقيق، وبيتفضل كوباية بنعمل منها الحشو. هي النص كيلو سميد 3 كوبايات بالظبط. فاخدت نص الكوباية من المية، وهعملها كده واقلبها تبقى شبه الرملة المبلولة كده. ريحتها بقى ما اقولكوش ما شاء الله. هقلبها كده واسيبها بقى على جنب لحد ما العجينة معايا ترتاح ساعة، وبعد كده هبدأ اشتغل فيها. كده بعد ما ارتاحت هبدأ اقسم العجينة نصين بالظبط. هاخد اول نص وهفرده في الصينية، ودي ما شاء الله صينية كبيرة 1:30. فهفرد كده العجينة كويس جدا في أرضية الصينية، وطبعا أنا ما حطيتلهاش أي مادة دهنية لأن العجينة فيها سمنة وزيت. هفرد بقى كده كويس أهو، وهظبط العجينة كده في الفرد، وبعد كده هبدأ أحط الحشوة اللي احنا عملناها مع بعض. بس كده بتطلع بقى تحفة جدا، وريحتها بتبقى مالية البيت. طبعا القرفة كده بتبقى ريحتها حلوة جدا اهو. هظبط بقى كده العجين وهنزل بالحشوة كلها كده ما شاء الله، وهفردها كده بالراحة ولحد ما تعمل معايا كده طبقة، علشان تبقى الصينية 3 طبقات. هفردها بقى كويس جدا، وبعد كده هفرد الطبقة اللي فوق اهو. ما تجيبيش على الطروف قوي يعني، علشان ما تتحرقش كده عند يعني تتحرقش طروف الصينية وتعمل ريحة وحشة. فبتسيبي كده مسافة سنتي او 2 سنتي مش كتير. كده بعد ما فردنا الحشوة هنعمل بقى ايه الطبقة الأخيرة. هجيب كده كيس نايلون هفتحه كده من هو كيس التلاجة، وهفرد العجينة، وبعد كده هجيب كيس كمان وهفرد بقى بالنشابة، وهبدأ كده أحطها على وش الصينية، لأنك مش هتعرفي تفرديها على الحشوة، هتتبهدل منك. يا ورقتين زبدة يا ورق 2 من كيس التلاجة زي ما انتوا شايفين، علشان تعرفي تسويها وتعرفي تنقليها على الصينية اهو. تساوي بقى كده الحجم اللي انت عايزاه، وبعد كده تحطيها على الصينية من فوق واحدة واحدة، علشان ما تتبهدلش منك والقرفة تطلع فوق اهو. تخلي بالك بقى وانت بتنقليها، هي صعبة شوية بس هتعمليها يعني كويس واحدة واحدة وهتعمليها اهو. هتظبطيها بقى كده، والحتة اللي ما فيهاش هتقطعي كده وتبدأي تحطي في الأماكن الفاضية واحدة واحدة لحد ما تغطيها وتسويها حلو جدا اهو. مفيش أسهل من كده، وهي أصلا تستاهل التعب ده كله بصراحة. هي حلوة كده وطعمها جميل، فتستاهل بصراحة. على قد كده ما قدرت فردتها حلو جدا، وهبدأ بقى ايه اديها شكل كده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الوسط في الرف الوسطاني لمدة ساعة، لحد ما تحمر كده من تحت وريحتها تطلع. دي شغالي بقى كده الشواية من فوق تاخد لون الذهبي ده، وبعد كده تطلعيها. هتخططيها كده بالشوكة او بأي حاجة انت تحبيها، وبعد كده تقطعيها، علشان لو قطعتيها اول ما تطلع من الفرن بتبقى ناشفة شوية ممكن تتكسر منك. فقطعيها الحجم اللي انت عايزاه قبل ما تخش الفرن، وتعمليها كده بالشوكة تخطيطة كده زي ما انت عايزة اهو.
الشكل بقى اللي انت تحبيه قطعي بيه ودخليه على طول على فرن سخن على درجة حرارة 200. بس كده دخلت كده الفرن على درجة حرارة 200 واستوت زي ما انتوا شايفين. طلعتها كده لونها ذهبي وحلو جدا. هسيبها بقى تبرد خالص وبعد كده هبدأ اقطعها. طبعا احنا مقطعينها بس هنعيد عليها تاني ونطلع كده واحدة واحدة. هي هنا كانت سخنة فحبيت اطلعها كده واوريها لكم قبل ما انهي معاكم الفيديو. ايه، طلعيها بقى كده قطعيها سمبوكسات مربعات صوابع اللي انت تحبيه اعمليه. فطلع ما شاء الله جميلة وطعمها حلو جدا وسكرها مظبوط جدا جدا. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. وزي ما انتوا شايفين طالعة كده حلوة جدا والسمك بتاعها جميل جدا ما شاء الله وحاجة كده حلوة جدا وطعمها جميل. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركين وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. اهي طلعت كده بعد ما بردت شوية ما شاء الله حلوة جدا. جربوا الطريقة دي للحجازية الاسكندراني هتعجبكم جدا جدا وطعمها فعلا احلى من بتاعة المحلات. جربوها وقولوا لي إيه طلعت معاكم إيه حلوة زي دي ولا لا. ايه ما شاء الله. كوباية بقى شاي بلبن كده واحلى فطار او عشاء الحجازية الاسكندراني مع كوباية الشاي بلبن. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.